أهلا بيكم متابعينا. إحنا بتوع الملخصات جايين النهاردة بمسلسل قصته مختلفة خالص عن زفاف ومش زفاف، عروسة ومش عروسة، وصحاب من وهم صغيرين بتتحول صداقتهم لحب. بس يا ترى الحب ده مزيف ولا حقيقي؟ ده اللي هنعرفه في قصة مسلسلنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ فرحوني كده واعملوا اشتراك في القناة، وبالمرة فعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجاية توصلكم. ويلا بينا على طول على الملخص بتاعنا. بيبدأ مسلسلنا في قاعة الفريدة، وجيهان داخل على القاعة ومأجر بدلة جامدة، وبنلاقي جونج صاحبة العروسة ماسكة الحديدة وعمالة تهني وتنقط في العروسة وتقول للعريس لو زعلتها هنفخك. وبتبقى فرحانة قوي إن في واحدة من شلة العوانس بتاعتهم هتتجوز. وبعدها جونج بتروح للعروسة وبنفتكر إنها راحة ترقصها في ركبتها، بس بيطلع إن العروسة مأجرة جونج عشان بتديها فلوس عشان تعمل الحبتين اللي عملتهم دول. وبتقول لها خلي بالك من جوزك يا شابة، محدش لاقي جواز اليومين دول. أما جيهان بيبقى واقف مع العريس وأبوه كمان، وكان بيبقى واحد عايز يشتري الأرض من أبو العريس، بس الراجل الفقري ما بيرضاش. بس العريس بيتدخل وبيقول له يا حاج الراجل ده كفاءة وكان جدع جدا وتعب معانا قوي واحنا بنزرع المحصول. فابوه بيقول له ماشي يا عم غلبتني وماله نبيع له الأرض. وبيمشي وهو منشكح قوي وبيخبط في جونج والورق بيقع على الأرض، وبينزلوا يلموه في حركة من بتوع الأفلام القديمة. وجيهان بيقول لها انت مفروض على فكرة تعتذري، فهو انت ما عندكيش ذوق. فبتقول له هو انت تعتذر على ايه؟ الورق بتاعي مهم جدا. فبيقول لها ايا كان الورق بتاعك ده مش هيبقى مهم زي الورق بتاعي. فالمجنونة بتمسك الورق وبتبهدله بالروج وبتسيبها كده وبتمشي. وبصراحة يعني بيبقى عندها جراءة جامدة جدا. اما بقى اللي ظهر لنا دلوقتي ده دهان اخو جيهان، ده حتى اسمهم على نفس الوزن. بيبقى راكب الطيارة وراجع من نيويورك، والمضيفة بتقوله ان في شخص عايز يقعد مكانه، وبيبص كده وبيلاقيها البت تشي. وتشي دي بقى هي وابوها بتوع مصلحتهم قوي، لدرجة ان ابوها عايز يجوزها دهان عشان فلوسه. بس دهان مش بتاع جواز، وبتقول لابوها ده اخوه احلى منه وتقيل كده في نفسه. وجيهان بيبقى في الشركة وبيكلم المدير عن المول اللي عايزين يعملوه، وان هو هيعمل ضجة كبيرة جدا لانه هيبقى اضخم مول في كوريا كلها. وبيطلع واحد كده ملوش لازمة ويقطع كلامهم ويقول لا مش هينفع نعمل المشروع ده، وصاحب الارض مش عايز يبيعها. فجيهان بيقول لهم لا انا اشتريتها خلاص. وجيهان بيكتشف ان هو صاحب الشركة، وان بابا كمان هو صاحب كل المولات دي، وانه بيعمل تمثيلية عليهم ومفهمهم انه موظف عادي جدا، وان الراجل اللي عامل فيها المدير ده بيبقى حتة السواق بتاع جيهان واسمه وين. وبيقعد جيهان في العربية وبيقوله انت موظف كفء قوي، وان كمان انا هديلك مكافأة كبيرة جدا. فبيقول له مفيش مشكلة يا بص تسلم. وبيقعد يقلب في الورق كده اللي متبهدل بالروج وبيقول منك لله اللي معرفش اسمك انتي. وفي الوقت ده بقى في المطار بيكون دهان وصل، وبتبقى جونج مستنياه، وبنعرف ان جونج ودهان صحاب من 15 سنة. وبيفرح دهان جدا ان هو شاف جونج، وبتعرفه جونج ان هي هتوصله بالعربية بتاعتها. فبيتفاجئ كده وبيقول لها والله وركبنا العربيات الله يرحم. وفي العربية بقى جيهان بيتكلم مع وين وبيعرفه ان اخوه دهان راجع كوريا، وان دلوقتي ممكن يكون وصل. وبيلاقي رسالة اتبعتت له من الشخص اللي كان بيراقب دهان وتشي، وبنعرف ان جيهان هو اللي بعته. وبيكون في الرسالة صورة ليه مع جونج بس ما بيبقاش باين وشها، وجيهان ما بيتعرفش عليها. وفي الوقت ده بيظهر تي وبيكون بيعتذر للجد، وبنعرف ان الجد هو رئيس مجموعات مولات كبيرة جدا في كوريا واسمها مجموعات ال جي. وبيعتذر تي لانه هو عمل ارباح مزيفة للشركة، وطبعا بتدافع عنه ليه مراته وسونج اخته، وبيطلبوا من الجد ان هو يسامح تي. وفي الوقت ده بيدخل جيهان عليهم وبيعتذر للجد بسبب التأخير. اما جونج بتبقى وصلت لدهان وبيطلب منها ان هم يتقابلوا تاني وياكلوا مع بعض عيش وملح. فجونج بتقوله اكيد هيحصل قريب، وبتمشي بس بتتصل بيه بعد ما بتمشي وبتقوله انها سابت له حاجات في جيبه. ودهان بيشوفها وبيلاقيها سايبه له فلوس، وبتقول انا مش عارفه امتى هقدر اقابلك تاني عشان ناكل مع بعض. وبتطلب منه جونج ان هو يروح ياكل ويتبسط، وهو بيتحرك جدا وبيقول لها هو انا باين عليا اني واقع قوي كده؟ فبتقول له لا 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 مفيش اي حاجه، فاكر لما قلت لي ان الصديق وقت الضيق؟ وبتطلب منه ان هو يتبسط جدا وبتقفل معاه. وفي الوقت ده بتكلم جونج صاحبتها في موقع التصوير وبتطلب منها ان هي تيجي بسرعه، وبتوصل جونج على موقع التصوير وبتبقى متاخره جدا. وبنعرف ان جونج بتمثل كومبارس في مسلسل، ولما بتخلص التصوير بتاعها بتروح لمساعد المخرج وبتتكلم معاه انه يسامحها لانها اتاخرت. بس المخرج بيبقى مقروف منها على الاخر وبيقول لها انا هجيب واحده بدالك. وبيكون في مشكله في موقع التصوير ان البطله بتاعه المسلسل ليها مشهد وهي راكبه
الحصان، والبطلة جبانة وما بتحبش تركب حصنها. فطبعا المخرج بيتخنق منها وبيقول يعني هم المشهورين دول مشهورين كده وخلاص. فبيروح له بقى المساعد بتاعه، وجونج كمان بتروح وبتقوله ان هي عندها استعداد ان هي تعمل المشهد بتاع الحصان ده بدل البطلة كدوبليرة يعني. وبتروح جونج وبتعمل المشهد، والمخرج بينبهر بيها على الاخر وبيقعد يفكر وبيقول انا لو شفتها قبل كده في مشهد كمان كنت خدتها بطلة. وبيفتكر كمان ان هو مرة شافها وهي بتعمل مشهد غطس. وبعدها جونج بتبقى مع اصحابها في الكافيه وبترجع لصاحبتها العربية والشنطة، وبنعرف بقى الزتونة وان جونج بتحور على دهان بان هي معاها عربية وكمان انها ممثلة كبيرة. وبتقول لصاحبتها انا كذبت عليه عشان اتكذبت بصراحة، الواد متفوق جدا وناجح في الدراسة وكمان راح نيويورك وانا محلك سر. وبتجيلها البطلة وبتشكرها على انها كانت دوبلير ليها. وبنعرف ان البطلة دي كانت صاحبة جونج زمان في المدرسة، وبقت طبعا مشهورة بالكوسة وبالواسطة. وبيبان جدا انها عندها نقص وحقد على جونج، وبتحاول تبين ان هي احسن واغنى منها، بس طبعا جونج ما بيهمهاش وبتروح لاصحابها وبتمشي. وفي الوقت ده الجد بيبقى مجمع احفاده كلهم وبيقول لهم انا هعمل وصية بمين اللي يمسك الادارة بعدي، وبيطلب من دهان ان هو يتجوز تشي، وبعد جوازه هيسلموا ادارة الشركات كلها وان هيعلن ده يوم عيد ميلاده. بس طبعا لي وسونج بيتضايقوا جدا لان هم اكبر من دهان ومن حقهم كمان ان هم يمسكوا الاداره. فبيتعصب جدا وبيقول لهم هو انتوا هتجننوني ولا ايه؟ انا ادرى واحد مين اللي يمسك الاداره، وانتوا كمان نفسكوا تمسكوا الاداره عشان تحسوا بمتعه السلطه. بس دهان وجيهان مختلفين عنكم خالص وهم كمان فاهمين في اداره الشركات. فبيقولوا له ان دهان ما يعرفش اي حاجه. فبيقول لهم انا عشان كده طلبت منه ان هو يتجوز تشي، لان تشي بتفهم في اداره الشركات جدا. وطبعا دهان بيعترض وبيرفض، والجد بيقول له ان انت وتشي مش عايزين تتجوزوا، انا هوريكوا. وتاني يوم الصبح بيتكلم جيهان مع دهان وبيقول له انت ازاي ترفض حاجه زي كده، وبيعرفه ان هو عمل حاجات كتيره جدا عشان يتفوق على تي وسونج، لان طبعا بيبقى عايز يمسك اداره الشركه. وبيطلب منه ان هو يتكلم مع الجد ويعرفه ان هو غلطان وانه موافق يتجوز تشي. بس دهان بيرفض وبيقول انا ما اقدرش اتجوز واحده ما بحبهاش. وبيقول لجيهان اتجوزها انت وكمان هتمسك اداره الشركه. بس بيعرفه ان جده عمره ما هيوافق على الكلام ده، وبيقول له هو انت بتحب واحده عشان كده رافض الموضوع ده، وبيوري له صورته مع جونج. ولما بيروح جه الشركه وبيتكلم مع تشي بيقول لها خلي دو يتجوزك، عشان طبعا بيبان على تشي ان هي معجبه بيه جدا. وبيروح بقى موقع التصوير عند جونج وبيطلب ان هو يقابلها، وبيقول لها هو انت ليه بتعملي كده مع اخويا؟ هو انتوا بتحبوا بعض؟ فبتساله يعني بتقول له هو انت تقرب له ايه؟ فبيقول لها ما انا لسه قايل لك ان اخويا. فبيقول لها انت بتحوري عليه على فكره وانا فاهمك كويس جدا. وبيقول لها كمان ان دهان مفروض هيتجوز. وهنا بقى صاحبتها بتقول لها ان المخرج عايزك عشان التصوير، فجيهان بيعرض عليها فلوس مقابل ان هي تسيب اخوه. فهي بتستهزأ بيه وبتسيبه وبتمشي وبتروح تجهز عشان تصور. وبعد التصوير بيروح لها من تاني وبيعرض عليها برضه فلوس، وبتقوله انت واضح يا عم ان انت شكلك فلوسك ياما ولا ايه؟ طب اديني كده 2 مليار وانا فكني من اخوك. ولما جيهان بيقعد يتكلم معاها بيفتكر ان دي البنت اللي شافها في قاعة الفريدة ولسه هيسألها، فبتهب منها وتروح مصوتة وقايلة الحقوني الراجل ده بيعاكسني. وبتروح على موقع التصوير وبيطلبوا منها ان هي تعمل المشهد بتاع الحصان بدل البطلة لمرة تانية. وبتلاحظ كمان ان جي لسه موجود في موقع التصوير بس بتطنشه خالص، وبتروح تعمل المشهد والمخرج بيبقى مبسوط منها. بس الممثلة بتفضل تتريق على المشهد عشان يعيدوه مرة كمان وكمان، ومن كتر الإعادة جونج بتقع من على الحصان وبياخدوها على المستشفى، ومساعد المخرج بيدور على طول على واحدة بدلها. ولما جونج بتفوق بتلاقي ان جي موجود معاها في المستشفى وبيمسك تليفونها عشان يتصل بحد من أهلها يجي ياخدوها. فهي بتقوم على طول وبتروح معاه، وجي بيقول لها هو انت ليه بتمثلي على اخويا؟ فبتطلب منه ان هو ما يحكيش عن اللي شافه ده كله لدهان. وجيهان بيوصلها لموقع التصوير وهي بتركب من هناك عربية عشان تروح بيتها. وتاني يوم بتروح جونج تقابل دهان وبيسألها ايه اللي حصل في ايديها، فبتكذب عليه وبتقوله ان هي وقعت. وفي موقع التصوير بيشوف دهان شخص بيصوره وبيجري وراه، بس جونج بتعرف تمسكه وبيسألوه انت مين اللي بعتك؟ فبيقول لهم ان سونج هو اللي بعتها. فبتاخد منه الفلاشة اللي عليها الصور وبيسيبهم وبيمشي. وبتسأله جونج عن عيلته بيعملوا معاه كده ليه؟ فبيقول لها ان هو هيعرفها عليهم وهي هتفهم كل حاجة.
أما بقى تي بيعرف إن دو عرف بموضوع الراجل اللي كان بيراقبه، وبيتكلم مع لي وسونج وبيقول لهم احنا لازم نمنع الجوازة دي بأي شكل، وإن كمان دو لو اتجوزت شي هيستولوا على إدارة الشركة كلها. وبنعرف إن تي وسونج إخوات لدو وجي بس غير أشقاء، يعني إخوات من الأم بس. وفي الوقت ده بيبقى جي موجود في الشركة وبيتكلم مع المساعد بتاعه وبيقول لهم احنا لازم نخلص من حب دول جونج قبل حفلة عيد ميلاد جدي ما تبدأ. وبيعرفوا كمان المساعد بتاعه ان عمل بحث على جونج وانها بقالها 5 سنين ما قابلتش اخوه ابدا، وانها ممثلة على قد حالها، وبيفهم كده ان هما ما بيحبوش بعض ولا حاجة. وفي الوقت ده بيجي اتصال للمساعد بتاعه وبيقوله ان في ورقة من الاوراق بتاعة العقود ضاعت، فبيقوله دور عليها كويس. بس جي بيفتكر ان يوم ما كانوا في القاعة بتاعة الافراح الورق وقع لما خبط في جونج، وبيعرف ان الورقة دي اكيد موجودة في الورق بتاع جونج. فبيطلب من المساعد بتاعه ان يجيب رقم تليفون جونج من تحت الارض، وجونج بتشوف الورق اللي معاها وبتلاقي العقد بتاع جي، ووقتها بيتصل بيها جي وبيطلب منها الورق بتاع العقد وبيقول لها ابعتيلي العنوان، وبيبعت لها حد ياخد منها الورقة. بس جونج بتقوله انها هتديها له لما تقابله على العشاء النهارده، وان ده عازمها على العشاء في الفندق، وبتعرفه ان هي هتقابله وهترجع له العقد، وبتقفل معاه. ودو بيبقى في الفندق اللي هيتعمل فيه الحفلة، وبيعرف ان جونج وصلت بس بيلاقي الجد جه، وبيكون معاه كمان تشي، وبيعرف انه عزمها على العشاء عشان يعلن ان دو وتشي هيتجوزوا، بيدبسوا يعني من الاخر. فبيقول له انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا حفيدك برضو. فهنا بقى الجد بيديله كلمتين في جنابه وبيقول له بنتي غلطت وجابتك بطريقة غير شرعية. فبيقول له طب ما جيهان كمان برضو حصل معاه كده وما بتعملش معاه كده. فالجد بيروح كده مطنشه وسايبه وماشي. وجيهان بقى بيشوف جونج وبيقول لها انت جايه هنا ليه؟ انا عارف انك مش مرتبطه باخويا. ودهان بيجي وبيقول له انت بتحور عليها ليه؟ وبتقول له كمان ان هي حبيبتك. ولسه هيمسكوا في بعض بيدخل تيو سونج وبيبقى معاهم صور لدو مع واحد في نيويورك، وبيفضلوا طبعا يبتزوا فيه. وجيهان بيبهدلهم وبيروح دهان لجونج وبيقول لها ايه رأيك في الفيلم بقى ان انتي مش هتبقي فيه كومبارس، انا هعمل لك فيلم هتبقي فيه دور البطلة وكمان هتطلعي منه بمبلغ محترم. والجد بينادي على دهان عشان يعرفوا على المدعوين، وجونج بتتصدم جدا لما بتعرف ان دهان يبقى حفيد رئيس مجموعة شركات ومولات ال جي، وبيعرض عليها دهان انها تمثل ان هي هتتجوزه، وده طبعا هيبقى في مقابل مادي. وفي الوقت ده بيبقى مين سامعهم؟ اخوه جيهان. والجد بيبقى واقف مصدوم ومحروق جدا بسبب اللي شافه مع دو، وان هو كمان كان واقف مع جونج، وان هو مصدر لجد الطرشة خالص. اما بقى الجد بيمسك تشاي وبتطلع تتكلم مع المدعوين عشان تقدر تنقذ الموقف، وبيكون جي واقف وعمال يتكلم مع جونج وبتطلب منه ان هو يحكي لها ايه الموضوع بالظبط عشان تقدر تجاريه. بس بيقول لها خدي العربية وامشي دلوقتي وانا هبقى اتكلم معاكي بعدين. وبتنزل جونج الجراج وتدور على العربية بس ما بتلاقيهاش، وبتلاقي تيو سونج باعتين رجالة ياخدوها، بس جي بيجي وهو مخبي وشه وبياخد جونج وبيهرب منهم. وتاني يوم بتصحى جونج في بيت كده غريب وبتبقى راسها وجعها قوي، وبنعرف بقى ان ده بيت دو. وبيجي كمان جي وبيقول لهم كمان ان هو هربوا لما كانوا في العربية، وان هم في العربية امبارح طلب منها الورقة بتاعة العقد وان هي اديتها له، وان اتكلم معاها ان هي تنسى اللي دو طلبوا منها ده خالص، وهي قالت له ان هي الوحيدة اللي هتكرر في الموضوع ده. وهوب المجنونة نطت من العربية واتخبطت راس في الشارع، عشان كده جه خدها على البيت. وبعدها بتقعد تتكلم معاه وبتقوله ان حاجة كويسة قوي ان انا اتجوز من دو، وان هعيش معاه حياة غنية ومرفهة على الاخر. بس هو بيطلب منها ان هي ما توافقش، وبيقول لها ان انا تعبت سنين كتيرة قوي عشان دو يقدر يبقى رئيس مجموعة ال جي. ووقتها بقى دو بيدخل وهم بيتكلموا، وفي نفس الوقت بيبقى تي وليه قاعدين مع الجد وبيقولوا له ان دو امبارح كان معاه حبيبته في الحفلة، وان ده السبب اللي مخليه مش عايز يتجوز من تشي. ودو بيقول للجونج انها هتمثل انها مراته لمدة 3 سنين. فبتقول له يا عم انت عيلة لبش وانا مش مستعدة اني اجازف عشان شوية قرشينات. وفي الوقت ده بيبقى جه في الشركة وبيتكلم مع المساعد بتاعه انه لازم يخلص المشكلة دي بأسرع وقت ممكن. اما بقى ابو جونج فبيتكلم مع جوز اختها وبيبان ان جوز اختها دخل بفلوس البورصة وخسرها، فطبعا باباها بيزعل جدا. وبتيجي اختها وبتقول لها ان عيد ميلاد بابانا قرب واننا عايزين نعمل له مفاجأة ومحتاجين فلوس. فبتقول لها طيب انا هتصرف.
وبيبقى عندها عرض مسرحي وهتمثل فيه دور القرد. ولما بتخلص بتلاقي جي واقف مستنيها وبيقول لها تاخدي كام يا بنت الناس وما توافقيش على العرض بتاع اخويا. فهي بترفض وبتقعد تفكر كده وتحتار، اختار مين اختار مين، اوافق على العرض ده ولا اوافق على العرض ده. وبعدها بتروح مع اختها وباباها عشان يدفعوا فلوس عشان باباهم يزرع شعر كده ويروق على نفسه. وهي واقفة بترجع في كلامها وبتعتذر لباباها وبتوعده انهم هيرجعوا مرة تانية، وبتكلم جي وبتطلب منه ان هو يرجع لها وبترجع له الفلوس بتاعته. وبيسألها هو انت هتعملي ايه، رجعتي لي الفلوس عشان هتتجوزي اخويا؟ فهي طبعا بتغير الموضوع وبتقول له ما تيجي نشرب كده مع بعضينا. فهو بيرفض، فبتقول له ما فيش مشكلة، انا كده كده بقى هكلم دو هو يجي يشرب معايا. فطبعا بيتلوي دراعه وبيوافق. ولما بيتكلموا سوا بيقول لها ان هو مدين بحياته لاخوه لانه انقذه من الموت، وان كل همه هو مصلحته وسعادته. وبيبقى في الوقت ده الجد رايح للمكان اللي موجود فيه جونج عشان يشوفها، لان طبعا مفكرها حبيبة دو. بس بيتفاجئ لانه بيلاقيها قاعدة مع جيهان وعمالين يشربوا، ومن كتر الشرب طبعا بيتعموا وبيطلعوا ياخدوا عربية وبيفكروا ان عربية الجد دي هي التاكسي وبيطلبوا منهم يوصلوا. وفي الطريق بقى جي بيقعد يتكلم مع جونج وبيقول لها جدي ما بيحبنيش ابدا ومفيش اي حد بيحبني. بس جونج بتقول له انا لو شفت جدك ده هبهدله وهمسخره، وازاي ما يحبوش شخص كيوت زيك كده. وبتقول له ان دو عايز يتجوزها بس مفيش اي حد يعرف الكلام ده، وان الموضوع كله تمثيلية، وان هو الوحيد اللي كان صادق معايا. وطبعا الجد بيبقى سامع كل الكلام ده. وتاني يوم دو بيصحى وبيطلب منه السايق كيم ان الجد عاوزه، وبيروح دو وبيتصدم بوجود جونج مع جي وبيسألها هو انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول انا مش فاكرة اي حاجة خالص. وبعدها الجد بيتكلم مع دهان وجيهان وكمان بيبقى بيتكلم مع جونج وبيسأل دو ان هو لو رفض جوازهم هل هيهرب معاها زي ما مامته عملت زمان. فدو بيصدمه وبيقول له ايوه. والجد بيفجر القنبلة وبيقول له خلي بالك جونج دي اخدت فلوس من جيهان عشان تبعد عنك. وجونج بتقول للجد انها هتفضل مع دو لانها مش عايزة تدمر حياته ابدا. وبعدها بتطلع جونج مع دو بيبقى متضايق منها جدا بسبب اللي عملته وبيسألها عن موضوع الفلوس ده، وان هي اللي قالت للجد على الاتفاق اللي ما بينهم وانها كده هتضطر ان نخليه ان هو يمسك الشركة. وبيسيبها وبيمشي طبعا وهو زعلان جدا. وبيروح جي يتكلم مع تشي وبيحاول يلاقي طريقة عشان يخليها تتجوز اخوه، وبيعرف ان هي ليها اصدقاء مع مخرج كبير جدا. وبعدها بتكون جونج قاعدة مع اصحابها وبيحتفلوا انه جالها دور بطولة في مسلسل جامد قوي. وتاني يوم بتروح جونج موقع التصوير وبيبقى في مول تجاري عالمي وبيطلب منها المخرج انها تجهز للتصوير. وبنشوف جي وهو موجود في المول، فبتقول له انت موجود هنا ليه؟ وبيقول لها انا موجود هنا عشان شغل. المول ده واحد من المولات بتاعت شركات ال جي اللي هي بتاعت بابايا. وبعدها جونج بتروح عشان تصور وجي بيبقى عمال يتفرج عليها وبيبان كده ان هو بدأ يحبها. وبعدها جونج بتبقى في الأوضة بتغير لبسها وبتسمع زمايلها في التصوير وهم بيتكلموا وبيقولوا إنها أخدت دور مكان واحدة تانية، وكل ده بسبب علاقتها الكبيرة جدا بمجموعة شركات ال جي. وبتطلع تتكلم جونج معاهم وبيقولوا لها إنها أخدت الدور ده بسبب جيهان. ولما بترجع تكمل التصوير ما بتبقاش قادرة تستمر في التمثيلية البايخة دي وبتعتذر وبتمشي. وبيجي جيهان وبيسأل عنها وبيعرف إن هي مشت وكمان اعتذرت عن الدور خالص. وبتبقى جونج متضايقة جدا وبيجي لها رسالة من باباها ومامتها إن هم عرفوا إنها هتعمل دور بطولة في مسلسل وإنهم فرحانين بيها قوي. وبتبقى ماشية كده في الشارع وزعلانة قوي لحد ما جي بيروح لها وبيطلب منها إن هي تركب معاه، بس هي بتسيبه وبتمشي. فبينزل وراها وبيروح يسألها بيقول لها انت ليه ضيعتي الفرصة من ايدك؟ فبتزعق له وبتقول له انت ما ينفعش انك تلعب معايا كده وتلعب بمشاعري. وبتعرفه انها مش هتضيع فعلا الفرصة وبتتصل بدو وبتقول له انها موافقة ان هي تتجوزه. وتاني يوم بيجي رسالة لدو من جونج ان هي عايزة تقابله لانها محتاجة ان هما يتكلموا مع بعض. وبعدها دو بيبقى في البيت وبيلاقي اخوه جيهان واقف قدامه وبيطلب منه انه يغير رأيه وما يتجوزش جونج، وبيسأله ايه الحاجة اللي انت مخبيها عني طول الوقت ده. وفي الوقت ده جونج بترجع البيت وبتلاقي عيلتها عاملين لها حفلة جامدة جدا بمناسبة البطولة، وبتزعل قوي وبتقول يا خيبة وفرحة ما تمت. وبتقعد في الجنينة تندب حظها ومامتها بتجيلها وبتقول لها انا فخورة بيكي قوي
قوي، وبتديها القرشين اللي كانت محوشاهم تحت البلاطة، وبتقول لها عشان ما تتحرجيش قدام زمايلك في الشغل، وهاتيلك كده كام طقم تتمنظري بيهم عليها. وبعدها جونج بتكلم دو وبتطلب منهم ان هم يتقابلوا، وبتبقى ليه وسو صحاب جونج قاعدين معاها في الكافيه وبيشوفوا معلومات عن دو، وبيقولوا لها مستحيل ده يبقى صديقك. وفي الوقت ده بتدخل عليهم جونج وبيبقى معاها دو، وبيطلبوا القهوة وبيقعدوا يتصوروا، وبتقول انا موافقة ان انا امثل دور مراتك. وفي الوقت ده جي بيقرر ان هو يروح على بيت جونج، وبيفضل مستنيها لحد ما بتطلع، بس بيقابل جوز اختها كيم، وبيبقى فاكر ان هو بيشتري حاجات مستعملة، وبيبقى عايز يبيع له سجادة لابنه، فبيضطر ان هو يشتريها منه عشان يقدر يدخل بيت جونج. وبعدها جونج بتشوفه في البيت وبتقول له انت ازاي دخلت هنا؟ فبيقول لها جوز اختك يا ستي هو اللي دخلني، وبتطلب منه ان هو يشغل عربيته بسرعة لانها مامتها لو شافته دلوقتي هتعرف طبعا ان هي استقالت من الشغل، وبتقول انا هتكلم معاك بس بعدين، بس لازم تمشي دلوقتي. وبياخدها معاه وبيوديها مكان غريب جدا، وجونج بتسأله ايه المكان ده، وبتشوف رسمة على الارض وبتعرف ان المكان ده هو اللي هيتعمل عليه المشروع الجديد لمجموعة ال جي. وبيقول لها انا عملت المشروع ده بتعب كبير قوي وممكن اخسره بسبب اخويا، وبيركع لها وبيعتذر لها كمان، بس جونج بترفض الاعتذار وبتسيبه وبتمشي. وبيشوفها ابن صاحب الارض وبيفتكر انها صاحبة مراته اللي كانت جونج بتمثل انها صاحبتها في الفرح اللي شفناه في الاول. اما جي وجونج بيقعدوا ياكلوا مع العيلة كلها، وبتطلب منه جونج ان هو يمشي كلامها قدامهم يا اما هتضربه وهتبهدله، وبيقول لها كمان ان هي تبقى للاسف مرات اخوه. وفي الوقت ده بيبقى دو في بيت جده وبيتكلم مع المساعدة بتاعة البيت، وبيقول لها انه بلاش يمشي وان كمان اخوه جي خايف على مصلحته، وبيقول لها كمان ان هي ما تعرفش جده كويس. وفي الوقت ده بتتكلم اون مع جي وبيفتكر ان هو برضه بيمثل مع جونج، وبتبقى متضايقة جدا ان جونج ظهرت قدامهم مرة تانية لان طبعا خايفة ان هي تتكشف قدام جوزها واهله. وفي الوقت ده دو بيبقى هيمشي من بيت الجد، بس بيسمع تي ولي وسونج وهم عمالين يتكلموا عن تشي وانها معجبة جدا بجيهان ومش عايزة تتجوز دوهان ابدا. اما جي فبيتكلم مع جونج وبيسألها عن موضوع التمثيلية اللي عاملاها مع اوندي وانها كانت صاحبتها، وبيهددها ان هو ممكن يكشفها، بس هي بتقول له لا يا حبيبي انا لو هتكشف مش هتكشف لوحدي وده برضه هيعمل لك مشكلة. وفي الوقت ده بقى بيدخلوا صحاب الارض وبيقولوا له انت كنت مفروض هتبني عليها مول كبير قوي وانت اشتريت الارض مننا وعدت سنين كتيرة قوي ولحد دلوقتي لا بنيت ولا اشتغلت، وبيقولوا له رجع لنا الارض بتاعتنا. فجونج بتتدخل وبتقول لهم ان هم يروحوا الشركة عشان يتكلموا، وبتقول لهم خلي بالكوا جيهان ما بينصبش عليكوا، وبتقول لهم احنا هنبدأ نبني في اقرب وقت ممكن بس محتاجين شوية وقت كده عشان نظبط شوية حاجات. وبيهدوا وبيروقوا وبيقولوا لها ما تغني لنا حاجة كده، وبتبدأ تغني وبيقعدوا كلهم يغنوا معاها وهم مبسوطين قوي. وبعدها جي بيشكر جونج على اللي عملته معاه وبيعتذر لها جدا، وبتقوله انها هتتجوز دو وان ده هيبقى افضل حاجة بالنسبة ليهم هما الاتنين. وتاني يوم في البيت الجد بيتكلم مع المساعدة بتاعته وبيسألها عن دو اخباره، وفي الوقت ده بيبقى المراسل جانج بعد ما بعت رسالة للجد وطنشه واقف قدام بيت تشي وعمال بيراقبهم، وبيلاقي تشي مع دو وبيقول لها ان هو عارف ان هي معجبة باخوه، وبيقول لها كمان ان جيان هيفرح قوي لو عارف ان انتي معجبة بيه لان انتي كنتي حبه الاول، وبياخد باله ان الصحافة بتصوره وبتراقبه، فبينبه تشي وبيقول لها اتصرفي عادي خالص، وده بيبقى نفس الصحفي اللي نشر الخبر بتاع وفاة مامتهم لما هربت. وفي الوقت ده بقى اهل جونج بيبقى عرفوا ان هي مشت من بطولة المسلسل، وجونج بتدخل عليهم وبيتفاجئوا ان هي بتعرفهم انها قررت تتجوز، وبعدها بتروح عند دو عشان يتفقوا على عقد الجواز، وبعدها بيروحوا يشتروا الخاتم بتاع الجواز، وبتسأله عن باقي اخواته فبيقول لها انا مش هعزمهم لانهم مش بيحبوني، فبتقول له لا اكيد هيجوا طالما جدك مش موافق عليا، وبياخدها دو وبيشتري لها هدوم جديدة جدا عشان الجهاز. اما جي بيقابل تشي في المول وبتشوفهم جونج وبتتكلم جي مع تشي وبيسألها عن مقابلتها لدو، فبتقول اصل هو كان محتاج مساعدة بسيطة، فبيقول لها ان دي خطوة مهمة جدا بالنسبة له. وبعدها بيشوف جي موقع التصوير اللي كانت جونج موجودة فيه وبيسمعهم وهما بيتكلموا ان جونج ممثلة كويسة جدا وانهم زعلوا قوي وخسروها ان هي مشت، وواحد من فريق التصوير بيخبط تشي وما بيتأسف لهاش وبيروح جي عشان يضربه، وبعدها بيوصل دو مع جونج وبيروحوا على بيت الجد وبيدخلوا عشان يقعدوا مع الجد واخوات دول غير اشقاء، وبيقعدوا يتعشوا مع بعض وبيقعدوا يتكلموا اخواته مع الجد وبيقولوا له ان انت ما تبقاش متضايق ويا ريت يعني توافق على الجواز.
والجد بيتكلم مع جونج وبيقولها انت ليه قررتي تتجوزي من دو، فبتقوله ان هو كان بيدعمني وواقف في ظهري وعمره ما خذلني، وانها مش هتقدر دلوقتي ان هي تخذله. وبعدها بتطلع جونج وتتكلم مع جي وبتقوله ما تزعلش ان انا بوظتلك الخطة. اما الجد فبيتكلم مع دو وبيسأله ان هو معترض ان هو يمسك الشركة بسبب انه عايز يتجوز البنت دي، فبيقوله ايوه وانا هتجوزها حتى لو انت اعترضت. والجد بيقوله على ايه؟ انا يا سيدي موافق على جوازكم. وبيخرج بره جونج وبيتحداها جي ان هي هتتجوزه وان هي كمان هتحبه، وبيقول لها ان انت لو حبيتيني عمرك ما هتعرفي تتجوزي من دو، وبيقول لها انا هفضل وراكي لحد ما اخليكي تعجبي بيا. فجونج بتقول له ما اعتقدش ان انا ممكن احب واحد زيك. والجد بيتكلم مع دو وبيقول له هات حاجتك كلها من نيويورك عشان تستقر هنا. وبنعرف ان الجد ما رجعش عن قراره ولا حاجه، وانه هيخلي دو هو برضه اللي يمسك اداره الشركه. فطبعا اخواته الغير اشقاء بيتعصبوا جدا وبيقول له هو انت هتدي الشركه لواحد قاتل امه؟ فالجد بيتجنن وبيضربه وبيطردهم. وسونج بتلوم جي وبتقول له ان انت زمان اخدتوا مامتنا مننا وكمان عايزين تكوشوا على الشركه واحنا ما ناخدش اي حاجه. واول ما بتضربه جونج بتقف قصادها وسونج بتمشي، وجي ما بيبقاش بييأس من محاولاته وبيفضل يحاول مع جونج، وبيروح لها وهو متشيك على الاخر وبياخدها وبيركبوا طياره ويا بختك يا ست جونج، وبيروحوا مدينه تانية. وبتتفاجئ جونج ان هي اخدها جي عشان يحضروا مهرجان الجونه الكوري، وبيقول لها لبسك ده مش هينفع خالص هناك. وفعلا بتغير لبسها وبيقول في باله كده ايه البت المزه دي، بس طبعا بيعمل تقيل وما بيصرحش باي حاجه. وطبعا بيبقى عامل عنها بحث كويس جدا وبيعرف ان في مخرجه هي المفضله ليها وبيدخلها الفيلم بتاعها، وكمان بيخليها تقابلها بعد الفيلم. وتشي بتبقى موجوده في نفس الحفله وبتبص جي كده بصات من تحت لتحت بتاعه اعجاب، وبياخدها بقى جي وبيروح عشان ياكلوا الحلويات المفضله بتاعتها، وكمان بيروحوا الفندق عشان يتعشوا. وكفايه اكل كده يا جونج وخافي على نفسك انت ممثله. وجي بيستأذن ان هو هيجيب حاجه وجاي، وتشين بتستغل الفرصه وبتروح لجونج وبتقول لها هو ايه فستان الوكاله اللي انت لابساه ده، وبتستلمها تريقه. اما في الوقت ده بيجي مساعد تشين وبيعرفها ان الجناح بتاعها في الفندق في حد خده وانها هتتنقل لاوضه تانية. وبيجي جي وبيقول لها ان هو اللي خد الجناح وبيدي المفتاح لجونج، وطبعا ده لانه عايز ينتقم من تشين. وجونج بتساله انت ازاي عرفت كل التفاصيل دي عني؟ فبيقول لها على فكره انا بحثت كويس جدا وربنا يخلي لنا الفيسبوك. وبيقعدوا يشربوا مع بعض وبتقول انا حاولت كتير قوي اكون ممثله ناجحه بس كل مره كنت بيأس فيها. وبتفضل تتكلم لحد ما بتنام على نفسها، وجيهان بيبص لها بصات اعجاب قوي. اما دو بيعرف ان جيهان مش بايت في البيت، وجونج بتصحى في الفندق وبتلاقي جيهان نايم وبتبص له نظرات اعجاب. ولما بيصحى بتقوله لازم نمشي عشان اتاخرنا. وهم في الطياره الدنيا بتبقى بتمطر وجيهان بيخاف قوي من المطر لان هو بيفتكر ذكرى وفاه مامته لان وقتها برضو الدنيا كانت بتمطر. وجونج بتطمنه وبتمسك ايده وبتقوله ما تخافش. ولما بيوصل الشركه بيقول للمساعد بتاعه ان هي برضو ما حبتنيش، فبيقول له بسيطه خليها تحب اي حد تاني المهم انها تبعد عن دهان. وبيروح جي عند تشين وبيبقى عندها لستة بناس بتتأجر عشان تتحب، وبياخد منها الورقة دي وبيمشي. وفي الوقت ده بتبقى جونج قاعدة مع دو بيتفقوا ان هما هيهربوا لنيويورك اول ما الجد يسافر الهند. وجونج بتوافق بس بتقوله ان احنا محتاجين نعمل شوية حاجات قبل السفر، وبتاخده تعرفه على عيلتها وعيلتها بتنشكح قوي منه وبتمضي على ورق الجواز. وبعدها بيجيلها رسالة من جيهان وبيقول لها انه عايز يقابلها، وبتروح تقابله بس بتتصدم ان اللي بيقابلها واحد تاني خالص غير جيهان ما تعرفوش. وفي الوقت ده جي بيبقى قاعد مع تشي وبتعرف تشي من المساعد بتاعها ان جونج في ميعاد، وبتعرف كمان ان جي هو اللي عمل كده. وقتها جي بيبقى عمال يفكر في جونج ومتضايق قوي ان هي قاعده مع شخص تاني غيره، وبينزل يروح لها بس مش بيلاقي تاكسي فبياخد تشي عشان توصله. والراجل اللي بيبقى قاعد معاها بيقول لها اطلعي معايا الفندق يا اما هفضحك وهفضح جي، فبترمي الكوبايه في وشه وهو بيهددها ان هي لو ما قعدتش هيفضح الدنيا، فبتضطر ان هي تقعد تاني. وجي بيوصل وبياخدها وبيمشوا. اما دو بقى بيبقى قاعد في اوضته والنور بيقطع وبيلاقي شخص غريب بيكلمه وبيقول له اخيرا وصلت لك، وهنعرف الشخص ده مين بس مش دلوقتي. اما جونج فبتتخانق مع جي وبتقول له انت ازاي تعمل فيا كده، فهو بيقاطعها وبيقول لها هش انا بحبك، وبيحضنها ومن كتر الشرب اللي شربه بينام في حضنها. وبكده يكون خلص الجزء الاول معانا، والجزء التاني هينزل قريب جدا. تابعونا ولو عايزين تعرفوا بقى ايه اللي حصل لجونج ويا ترى هتختار
هيختار مين ومين الشخص اللي قابل دهان ده، ويا ترى الجد هيعمل معاهم ايه. اعملوا لنا اشتراك في القناة بسرعة، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اللي جاية، وسيبولي لايك حلو كده زيكم عشان اعرف ان الملخص عجبكم، وكمان اكتبولي في الكومنتات ايه المسلسلات اللي عايزين نلخصها وانا عينيا ليكم. ودلوقتي اقول لكم سلام.